تدخل ابنك مدرسة انترناشونال غالية ولا عادية وتحوش لهم فلوس وتصرفها في كورسات وتمارين؟ الموضوع محير بجد، تعالوا نفكر سوا. في البداية الأول لازم نفهم الفرق بين المدارس دي. الخاصة العادية سواء عربي أو لغات مصاريفها ليها متوسط معين، أما الانترناشونال دي بقى جامعة صغيرة كده بيهتموا جدا جدا باللغات، تبقى هي لغتهم الأم، فأنت ضامن إن ابنك متعلم لغة كويسة جدا وده هيحتاجه في سوق العمل بعد كام سنة. في المدارس الانترناشونال أنت بتودي ابنك في بيئة أو ليفل عالي وكوميونتي مختلف، بيتعلم طريقته واتيكيته، حتى أصحابه بيكونوا مختلفين بس للأحسن طبعا، بس ده هيفرض عليك مجهود ومصاريف انك تحاول تعيشهم في نفس مستوى اصحابهم. المدارس الانترناشونال بتوفر لابنك حاجات اساسيه بيحتاجها مهما كان سوق العمل اللي هيدخله او الدراسه اللي هيتخصص فيها، وخصوصا اللغه هتكون عنده مهارات هتميزه عن غيره. طيب الازمه فين بقى؟ الازمه في مصاريف الانترناشونال، دي بتكون 3 أو 4 أضعاف المدارس الخاصة العادية. لو أنت قادر ماديا وعارف إنك هتكفي احتياجات ابنك طوال سنين الدراسة في المدرسة دي، توكل على الله، بس اعمل حسابك إن مصاريف المدارس دي مش بتقتصر على الأقساط والمصاريف السنوية. أنت بتودي ابنك لكوميونتي ليها حياة مختلفة تماما، ولازم ابنك ويكون واصل للحد الأدنى من الكوميونتي ده. طيب لو مش قادر أو حتى قادر بس هتعمله بصعوبة، تضيق عليك حياتك المادية، هتعمل إيه؟ في حلول تانية بديلة وتحسسك انك مش مقصر مع ابنك خالص. هتودي طبعا مدارس عربي او لغات عادية، بس بشرط ربع المصاريف اللي كنت هتدفعها في الانترناشونال هتستثمرها في ابنك. حاول تخلي السمر كورس اسلوب حياة، حتى لو المدرسة لغات فانت هتدعم لغة ابنك بالكورسات في اماكن معتمدة زي الجامعة الامريكية او المركز الثقافي البريطاني، هتخليه يمارس رياضة فردية او جماعية وتخلي صحته احسن. لعبوا تنس، سكواش، جمباز او حتى سباحة، ده هيعوض موضوع الانترناشونال لانك هتركز له على اللغات وتطورها جدا، زائد ان الرياضة هتعوض له اكتيفيتي الانترناشونال وهتخليه في كوميونتي كويسه جدا يحفزه ويكون احسن في كل حاجه. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك، فانت هتدعم لغه ابنك بالكورسات تمارين رياضيه او نلعبه اي لعاب فيها مستقبل. قلناش رياضات، لغينا الرياضه، مش مشكله، هتيجي لوحدها لما تبقى. هنعوض له اكيد لا مفيش اكيد، ايه اللي انا هقوله؟ اوكي